لعبت هنا كرة يمينية بالراس، اللقطة الأولى إبعاد من بعاشور، لقطة التمرير يسري بوسوق بطريقة جميلة، متابعة من جمال حمدي لبدر الدين من عاشور، لكن القادم من الشيء اليمنى وحيدا طريقا يسدد حمزة ليسجل على الهدف الأول لفريق الرجاء الرياضي. إذا هدف في حدود الدقيق. تابعوا ردة فعل حمزة خبا عليه الأمور كثيرا هذا الموسم في عدم حينما يعني سدد كرة بالراس وكانت المتعة، لكن الثانية سددها بشكل مباشر في اتجاه مرمى الحارس بدر الدين من عاشور ليسجل الهدف الثاني للرجاء الرياضي في مرمى فريق اتحاد طرش. الرجاوية من خلال الكرات الثابتة، زاويتين الأولى كانت بلمسة يسري بوسوق حمزة شمال حركز، حمزة خبا المرة مباشر على المقاس من جانب يسري بوسوق، يرتقي المطرقة جمال حركز بالرباك مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. أصبحت هدفين دون مقابل، هكذا رد الرجاء بعد الهدف الأول أن يسجل الثاني. هو السيناريو الذي لم يتمناه كل محب وكل عاشق لفريق اتحاد طرش. هذا هو السيناريو اللي تخوف منه يعلم الآن إضافة هدف ثاني سيكون تأثير كبير، وقد ترتفع الغلة التهديفية للطرش. مشات من الجهة اليسرى، ملعوبة لفائدة من عمرو محمد سريدة، هناك عبر الواقع الأيسر من محمود بن تايك. إذا الهدف يجي في اللحظات الأخيرة من الجولة، نسبة الاستحواذ شوط أول 72% مقابل 28 لفريق الرجاء الرياضي. تلعب عمرو بن